أيام كتير فاتت أثبتت إن المصريين بيتجمعوا في مواقف معينة أو في المشاريع الكبيرة. في الستينات بنينا السد، و73 حررنا أرضنا، وقفنا ورا فرقتنا وكلنا كنا رأي واحد. مفيش حاجة اسمها مصري زمان ومصري دلوقتي. المصري هو معدنه عمره ما هيتغير. يعني عايزين مشروع جديد، مشروع قومي جديد. طب ما تيجوا نقلب البلد كالير كبير، أكبر معرض صور في العالم. صور نرسمها وهنلونها على كل عمارة في البلد. أكيد ما نقصدش الأبنية الأثرية، بس العمارات القديمة الموجودة حوالينا في كل حتة. انتوا متخيلين كمية الناس اللي هتشتغل في المشروع ده؟ الناس اللي هتدهن والناس اللي هتصمم الواجهات، المهندسين اللي هيسهلوا لنا ازاي نلون العمارات دي في أقل وقت وأقل تكلفة. وناس غيرهم كتير. السياحة عمرها ما كانت آثار ومناظر طبيعية وبس. بلدان تانية كتير فيها أشكال وألوان سياحة. الناس كانت هي السبب فيها. السياح هيجوا لنا هنا يشوفوا البلد اللي حولوها أهلها لأكبر معرض لتراثهم وحضارتهم. هنكسب من ده كتير. كلنا هنرد الجميل لناس علوا اسم بلدنا. ده احنا عندنا رياضيين، علماء، أدباء، فنانين، صحفيين، مهندسين وغيرهم كتير. ليه ما نكرمهمش؟ بجد البلد هتبقى أحلى. العالم كله هيبص لنا بشكل جديد. بقول لك عايزين يبقوا البلد نقاشين. أجدع ناس. لما بنينا السد محدش قال البلد اتقلبت بنا. برضو أجدع ناس. بجد احنا نقدر على كده. أجدع ناس. دي مصر يا ناس، مصر.